توارد يعود إليكم في موسمه الثاني. ضيف الحلقة الشاعر عماد المطاريحي. الأستاذ الشاعر عماد المطاريحي، أهلا وسهلا بك، مشرفنا بحضورك. شكرا لتوارد وهو يفترش مائدة الكلمة. ما هو سبب انقطاعه عن الإعلام؟ هناك من الشعراء من يرتدي حزاما ناسف، وهناك قصائد مفخخة. أنا أخشى أن ألقى الله بدماء القصائد. كيف يرى عماد المطاريحي سجود الشاعر أمام الجمهور في المهرجانات الشعرية؟ حالة انفعالية غير مرغوب بها. حالة انفعالية غير مرغوب بها، بس أنا سجدت أمام الجمهور مرتين بأكثر من مناسبة. هل كان سببا في شق الصف الشعري في العراق؟ يعني حضرتك ما كنت منتمي لجمعية الأدباء الشعبيين وبعدين حولت أبدا أنا معروف بمواقفي الثابتة. كيف قرأ قصيدة الأم في أمريكا؟ والغريب أنهم طلبوا أن أترك الترجمة، يعني طلبوا من المترجم، قالوا له خلي نسمع الشعر العراقي بروحيته، بألقه، بجماله، بحزنه العميق. عماد المطاريحي يمتلك لغة يعني فعلا تميزه، ربما كلمة مميز أخذتها المجاملة كثيرا. عماد المطاريحي ضيف برنامج توارد لهذا الأسبوع، يأتيكم في الأوقات التالية.